ازيكم عاملين ايه؟ نزلنا بوست امبارح كده وقلت شوفوا ايه الفيديوهات او ايه الحاجات اللي انتوا عايزيننا نشتغل عليها او نعملها في الفتره الجايه. ده غير طبعا المفاجآت اللي احنا عاملينها لكم وركناها على جنب. جات لي اسئله كتير قوي عن حب الشباب والاثار بتاعته وعن الشعر وعن البشره. اخترت اكتر كميه من موجوده من الاسئله وطلعت عن اثار حب الشباب. ازاي يا نونا نضيع اثار حب الشباب؟ النهارده هقول لكم كذا طريقه وكذا وصفه للي بشرتهم حساسه واللي بشرتهم مش حساسه. تابعوا الفيديو لاخره علشان تعرفوا تستفيدوا. اول حاجه معانا حاجتين سهلين جدا وموجودين عندنا في البيت. عايزه ليمونه وجل صبار. جل صبار ممكن ان احنا نجيبه من الصيدليه او نجيبه من اي مستحضرات تجميل، او ممكن ان احنا نجيب الجل الصبار اللي هو صباره عاديه ونفتحها وناخد الجل بتاعها. طيب ايه المقدار اللي احنا هنحطه؟ بناخد معلقه كبيره من جل الصبار ومعاه نقطتين 3 كده من الليمون. طيب نونا لو انا بشرتي اساسا حساسه وما بتستحملش الليمون اعمل بيها ايه؟ في الحاله ديت بقى هنتكلم في حاجه تانية خالص. طبعا لو بشرتك حساسه يبقى الليمونه هنشيلها خالص وكانها مش موجوده. هنعتمد على جل الصبار. جل الصبار زي ما قلت لكم بيجدد الخلايا بتاعه البشره، مفيد جدا لكل حته في الجسم مش البشره بس. مليان فيتامينات حلوه جدا كتغذيه وترطيب. طيب هنحط الماسك ده قد ايه؟ نص ساعه، مره واحده في الاسبوع، نص ساعه على الوش، يبدا ينشف نبدا نغسله وخلاص على كده. يبقى ده اول حاجه معانا هنستخدمها لازاله بقع حب الشباب للبشره. تاني حاجه بقى معانا هتكون ايه؟ تاني حاجه معانا النهارده لازاله اثار حب الشباب. الاثار بتاعه حب الشباب، ما يكونش في حب شباب في وشك وترجعي تقولي هعمل اللي نونا قالت عليه علشان اشيله. ما يكونش اساسا في بقع غامقه في وشك وتقولي هعمل اللي نونا قالت عليه عشان اشيله. لا، انا بتكلم النهارده على ازاله اثار حب الشباب. يعني كان عندك حب شباب في وشك واتشال، ودي الاثار بتاعته بعد ما خفتي خالص. طيب ايه اللي انا محتاجاه دلوقتي قبل ما اتكلم في ايه اللي انا محتاجاه او ايه الوصفه الثانيه؟ هنتكلم في حاجه مهمه جدا. تاني حاجه هنعملها النهارده او تاني ماسك معانا البضايه. عايزه بضايه هناخد البياض بتاعها بس، البياض بس، وهنضربه كويس جدا بمضرب كهرباء او بمضرب سلك لحد ما يعمل معانا فوق. هنبدا نحطه على وشنا ونسيبه حوالي كده ربع ساعه لحد ما ينشف وبعد كده نغسله. بنكرر ماسك بياض البيض ده قد ايه؟ مرتين بس في الاسبوع. وخلوا بالكم ما يكونش عندك حساسيه من البيض. البيض مش موضوع ان اكل بس، لا، انا اعرف ناس وقريبين قوي مني. يعني انا مثلا عندي بنتي لو مسكت المشمش او مسكت الخوخ او مسكت الموز، يا دوب بس مسكتهم كده، مش كلتهم، يا دوب مسكتهم وهرشت في وشها او دعكت في عينيها، وشها يورم وجسمها كله يبوظ. فخلوا بالكم اللي عنده حساسيه من البيض ان هو يمسكه ما يعملش ماسك بياض البيض ده. يبقى نرجع نقول ان بياض البيض يتعمل مرتين في الاسبوع بعد ما يتضرب جامد ويتعمل فوم، ربع ساعه على الوش، يرجع يتغسل ان شاء الله باذن الله. تكرار كل اسبوع هتروح اثار حبوب الشباب خالص. تالت حاجه معانا النهارده لازاله اثار حب الشباب، زيت زيتون وسكر. مش محتاجه اكتر من كده. كل اللي انا محتاجاه معلقه كبيره من زيت الزيتون البكر علشان ان هو يبقى صحي زياده او نستفيد بزياده، على معلقه صغيره من السكر. السكر يبقى اقل من زيت الزيتون علشان لما نحطه على البشره بتاعتنا ما يبقاش ان هو خشن ويتعبنا زياده. دي حاجه. تاني حاجه لما تيجي تغسليه ما تفركوهوش، لا، تحطيه على وشك وبعد كده تسيبيه لمده ربع ساعه وبعد كده تغسلي وشك. يبقى زيت زيتون مع سكر، والسكر يبقى اقل من زيت الزيتون وزيت الزيتون يبقى بكر. ربع ساعه ويتغسل ما يتكحتش علشان وشنا ما يتعبناش. ده كده تالت حاجه معانا النهارده لازاله حب الشباب، لا، لازاله اثار حب الشباب. خلوا بالكم من حاجه زي كده، الاثار اللي بتبقى خلاص حب الشباب راح وفاضل الاثار بتاعته. يبقى كده النهارده معانا 3. طيب الماسك الرابع النهارده اللي موجود معانا، وبحاول بقدر الامكان اخلي لكم الحاجه اللي موجوده، الحاجات هتبقى موجوده عندكم في البيت عشان ما تضطروش ان انتوا تشتروا حاجات غاليه. رابع حاجه معايا النهارده ايه؟ خل التفاح. استخداماته كتير جدا، غير ان هو بيستخدم في الاكل وناس كتير بيستخدمه للتخسيس، بس احنا النهارده هنستخدمه علشان نشيل بيه اثار حب الشباب. محتاجه معلقتين كبار من خل التفاح، معلقتين كبار من العسل، ومعلقه كبيره من الميه. معلقتين خل تفاح، معلقتين عسل، ومعلقه كبيره من الميه. اخلط كله مع بعضه لحد ما يبقى الخليط متجانس كويس جدا، وابدا بيه وابدا ادهنه بيه على الوش. بعمله قد ايه؟ 10 دقايق، وبعد كده اغسله بميه فتره عاديه من الحنفيه وحته كريم مرطب وادهن بيها الوش مره واحده في الاسبوع. 10 دقايق على الوش، خل تفاح، عسل نحل وميه. معلقتين خل تفاح، معلقتين عسل نحل، ومعلقه ميه. 10 دقايق وبس، مش اكتر من كده، وبعديه حته كريم. يبقى احنا كده النهارده عندنا 4 حاجات لازاله اثار حب الشباب من الوش، وكلها حاجات موجوده في البيت ان شاء الله باذن الله. واللي موجود ويفيدك اعمليه،
واللي موجود ويفيدك اعمليه، واللي انت شايفه ان انت عندك حساسيه منه ما تستخدموش. اهم حاجه قبل اي ماسك من الماسكات دي، كل اللي محتاجاه منك الصبح حته تلجيه في حته قماشه وتمشيها على وشك ربع ساعه، ربع ساعه مش اكتر، مع اي ماسك من الماسكات اللي هتعمليها. حتى لو مش هتعملي بيها حاجه خالص ومش هتستخدميها، برده حته التلجيه في حته قماشه على الوش كده ربع ساعه الصبح مفيده جدا للبشره. اتمنى اكون بفيدكم دايما يا رب، واشوفكم في سلسله فيديوهات تانية جديده ان شاء الله بناء على طلبكم. بحبكم لله.